السلام عليكم. انا فايزه عبد الله. هقدم لكم النهارده الفته المصريه اللي هي الاصليه برضو. بتتعمل ممكن باللحمه الضاني، بتعمليها بالموزه، بتعمليها زي ما تحبي باللحمه الكندوز. وهقول لكم بقى على طريقه الفته وبتركاتها. وبتبقى انتوا عارفين الفته دي، الفتة المصرية اللي هي بتجمع دايما، ممكن الواحد يعملها للعيلة لما يكون العيلة متجمعين، ومفيش حد بيقدر يقول على الفتة بقى اللي هي بدقة التومة والخل وكده، هون محدش يقدر يعترض عليها، يعني اللي هي بتجمع العيلة بمعنى أصح يعني. هقدم لكم دلوقتي بقى الطريقة بتاعت الفتة، ودوقوا بقى الفتة وجمالها والريحة بتاعتها، مش قادرة أقول لكم بقى. وهبدأ معاكم بقى دلوقتي بالفتة المصرية، بالرز المصري، بالعيش. هبدأ دلوقتي معاكم الفتة بقى. قلنا الفتة المصري. بصوا، العيش يتقطع، العيش اللي هو البلدي الأسمر يتقطع كده مربعات بالمقص، يبقى كله قد بعضه. هحط عليه السمنة كده، شويه سمنه بس، وبعدين احطه في الفرن. بدل ما انا احمره على البوتاجاز هياخد سمنه كتير في التحمير. هقلب بقى فيه بالعيش بالسمنه كده عشان احطه في الفرن. وفي عندنا الثوم المفروم تقريبا راس، وهحط معاها فلفل، واحده فلفل متقطعه مع الثوم والطماطم اللي هي المعصورة، بيوريه. ومعاها ممكن هنحط معلقة صلصة لو حسينا ان هي محتاجة معلقة صلصة، ونحط ربع معلقة خل. الخطوات بقى، هبدأ الأول قلنا بالشوربة. نعمل الأول نشوح اللحمة مع بعض واحنا بنعملها. دلوقتي أنا سخنت الحلة وفيها الورق اللورا والبصلة والحبهان، وأحط اللحمة أشوحها الأول. شوحها تشويح يا جماعة، بس تاخد صدمة كده، وبعدين أحط لها على طول المية المغلية. أنا شوحتها كده يا جماعة. أحط بقى عليها المية، تكون مية مغلية. ريحة اللحمة جميلة مع التشويح. أنا هغطيها بقى. أنا هغطيها الحقيقة في الحلة البريستو، فمش هتاخد حوالي 10 دقايق ربع ساعة كده. اللحمة استوت يا جماعة، استوت قوي كمان يعني، ما شاء الله. انا حطيت الملح، وحط الفلفل. بصوا يا جماعة، انا هعمل دلوقتي الرز. احط لازم معلقتين زيت مع سمنة. هحط الفصين حبهان، كم فص حبهان يعني. الحلة سخنة، انا هستنى لما الحبهان يسيح كده. الحبهان ساح مع الزيت والسمنة. احط الرز، اديله تشويحة كده عشان يبقى مفلفل. احط الملح، معلقة ملح. احط بقى المية طبعا تكون مغلية.
لغايه لما اغطي الرز. بصوا يا جماعه، عندي شويه لبن بلدي وعليهم معلقه قشطه، احطها عليهم، بيدي لون حلو قوي للرز. بس اغطي الرز بالميه. وانا حطيت حبه لبن، يعني نص كوبايه كده مع معلقه قشطه، احطه بس يغلي غلوه صغيره، وبعدين احط الصاجه تحتيه واوطي عليه. بس كده لغايه ما يبدا يتشرب. وخدي بالك قوي علشان الرز ما يتلسعش من تحت. انا نقلت طبعا الرز على العين اللي هي صغيره عشان يتشرب. اجلس شويه على النار. احط بقى السمنه واحط الثوم بتاع الطشه بتاعت الفته، احط معاه حته فلفل، قطعه فلفل اخضر كده بتدي زيت حلو قوي. ما نحمرهوش قوي يا جماعه عشان ما يمررش، يعني بيبقى فاتح شويه. مجرد ما هو يتشوح ويدينا الريحه بتاعته نطشه بالخل. بصوا اللون بتاعها، اللون بتاع الثوم والريحه بقى بتاعتها. احط كده الخل، واحط الطماطم. التركات يا جماعه بتاعت الفته المصري الجميله بتاعتنا بتبقى في الصلصه بتاعتها اللي هي الدقه بتاعتها دي. لما تتظبط بص اللون بتاعها وجمالها. طبعا بنستنى عليها بقى لما تتسبك الطماطم. حط طبعا فلفل اسمر وملح. بصوا يا جماعه جمال اللون بتاع الثوم والصلصه. ازودها بس كده كبشه شوربه واحده. العيش يا جماعه لما يتحمص، الله على التحميصه بتاعته. انا هحط له بس الصوص كده بسيط قوي، يعني علشان ما يبقاش يفضل العيش مقرمش، يفضل العيش بالقرمشه بتاعته. بعدين اجيب الرز احطه عليه كده. كل العيش اتغلف بالصلصه بتاعه الثوم. ده الرز الابيض، احط بقى عليه الرز. بمناسبة ان هي بقى الفتة دايما بتتعمل للعيلة، فانا هكتب عليها بصوا يا جماعة، وده الشكل النهائي بتاع الفتة وعليها اللحمة. اللحمة حمرتها. ممكن بقى اللحمة تحطيها لوحدها، ممكن تحطيها مع الفتة زي ما تحبي. انا طبعا مش حطاها كلها الحقيقة علشان الطبق او عشان يبان الشكل الجمالي بتاعها. وياريت تجربوها وتجربوا الفتة بالطريقة دي، ويا رب يعجبكم الفيديو. ولو عجبكم الفيديو
ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وكل سنة وانتم طيبين.